يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم أسرع وأسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت بأقل كمية من الدقيق. هتطلعي أكبر كمية من الفطير. وعايزة أقولك بقى إيه، بصي، أكيد انتي شايفة بنفسك، مش محتاجة إن أنا أتكلم قد إيه جميل وقد إيه طري ومورق قد ايه. وعايزه اقول لك مش هتتعبي فيه نهائي. ان شاء الله هتدعي الرانيا زي كل مره ما بتدعولي على طريقه الفطير بتاعتي. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض احلى اوردر. ها، شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ احلى اوردر هتشكروني عليه ومن قلبكم. انا عايزة بس منكم دعوة حلوة لولادي بصلاح الحال، وربنا يهديهم لي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا بقى بسرعة كده عشان نشوف القمر ده عملناه ازاي. معايا هنا حوالي 2 كيلو من الدقيق. طبعا احنا كل مرة بنعمل الاربعة والخمسة والستة، لا النهاردة هنعمل 2 كيلو بس، وهنطلع الكمية اللي انت شفتيها دي. وخلي بالك كان في برضو تاني لسه في الفرن ما استويش. يعني هتقدري تطلعي من 10 ل15 فطيرة براحتك خالص، وبرضو هنسوي في الفرن وفي نفس الوقت هيطلع زي ما انت شفتيه معايا. يلا بقى بسرعة، بحط لكل كيلو كوبايتين ونص من المية، بس برضو زي ما انتوا عارفين بالتدريج علشان مش كل الدقيق زي بعضه. وبنحط معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وبنعجن زي ما انت شايفة كده معايا. انا بحاول اسرع لكم الفطير، قصدي الفيديو علشان الوقت معاكم. بنعجن كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا. وبحط برضو المية بالتدريج. طبعا احنا دلوقتي في الساقعة، يفضل انها تبقى المية دافية مش سخنة. أنا باقول دافية، دافية بس، يا دوب بس تحطي زي إيه، زي ببرونة الولاد كده. عايزاها تبقى دافية مش أكتر، علشان تسرّع إن الفطير الجلوتين بتاعه يشتغل معاكِ أسرع، فاهماني؟ ولمّا نسيبها ترتاح العجينة تبقى ما تاخدش معاكِ وقت في الراحة بتاعتها عشان تقدري تفردي بكل سهولة. بانزل طبعًا إحنا متفقين، أي حد متغاظة منه نزّلي بقى العجينة على الرخامة أو الترابيزة بتاعتِك، وبُصّي اطحني فيه زي ما أنتِ عايزة. وهنعجن كويس جدًا جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. وبعد ما باعجن بارُش الترابيزة بتاعتي أو الرخامة آآ كمية من الدقيق، وباروح حاطة عليها العجينة زي ما هي. المرة دي إحنا مش هنقطّع على طول زي ما أنا معوداكم بنقطّع، لأ، أنا هاسيب الكمية زي ما هي واغطّيها قدّامكم أهو زي ما أنتم شايفين. طيب هتغطّيها قد إيه يا رانيا؟ قدّامِك من نُص ساعة لساعة، والأفضل تسيبيها ساعة. تسيبيها ساعة عشان ترتاح تمامًا. وامسك بقى مساحة كبيرة، واوعي تغلطي الغلطة بتاعتي هتشوفيها دلوقتي. أنا غلطت غلطة لإني للأسف أنا كنت باعمل الفيديو ده وكان تفكيري مشتت شوية. ما أعرفش إزاي أنا ما حسيتش اللي أنا باعمله، يعني كأني مش أنا اللي كنت شغالة. تمام. غرقت طبعًا الترابيزة كلها، ورُحت جاية بدأت أفرد بالدقيق. بافرد زي ما أنتم شايفين. أنا الترابيزة خانتني أو نظري خانني إن الترابيزة هتاخد كمية الدقيق اللي معايا. المفروض أنا كنت قسمت الدقيق ده، كنت قسمت العجينة بتاعتي على 2 وفردتها. أنا طبعًا عقلي زي ما قُلت لكم فعلًا ده حقيقة. ما كانش أنتم هتشوفوا الطريقة بنفسكم وهتحكموا إن اللي كانت شغالة دي أكيد ما كانش. لا مش ممكن، كأني ما كنتش شايفة أصلًا أنا باعمل إيه، شغالة وخلاص، إيد وبس شغالة. تمام. في بقى معايا النهارده يعني موضوع كنت عايزة أقول لكم عليه، أو جات لي مشكلة على الجروب بتاعي وكانت صاحبة المشكلة طالبة مني رأيكم. فأنا عايزة بس آخد رأيكم في الكومنتات وتنزلوا تقولوا لي هي تعمل إيه، أو تقولوا لها هي تعمل إيه. وأنا وعدتها إن أنا هانزّلها لها. ودي أول مرّة أنزّل يعني مشكلة حد من اللي بييجي لي أي مشكلة بتيجي لي على الجروب. أنا يعني أول مرّة بصراحة أنزّل حاجة زي كده. بس إحنا طبعًا شغالين مع بعض أهو. هتشوفوا دلوقتي بنفسكم. أنا يعني كنت محتاسة حوسة، أنا ما فُقتش إلا والعجين نازل منّي خالص، نازل منّي ومش لاقية مكان أحُطّه عليه. بُصّوا أنا هاورّيكم العلبة دي كانت علبة كريستال، باطلّع منها عادي خالص. حتى ما حطيتهاش حتى في التلاجة لإني كنت مستعجلة جدًا. أنا قُلت لكم أنا ما كنتش أنا، وكانت النتيجة فوق الخيال.
في الاخر. يعني بصي يعني ما دام مسلمه امرك لله وبتذكري ربنا وبتصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام طول ما انت واقفه، فدي بقى بصي بتاعه ربنا، بركه ربنا بقى. الاكل نفسه هيبقى بطعامه، يعني بطعامه السنين نفسها، فاهماني؟ فمش هتقولي ازاي الاكل ده طلع كده او الحاجه دي طلعت كده ازاي. هتشوفوا. ويلا نحكي بسرعه عن المشكله. معايا عندي واحده بتقولي يا رانيا انا دلوقتي والدتي ماتت. آه، احنا عندنا شقة واحدة ما فيش غيرها وماليش الا انا واخويا بس. انا اكبر منه بحوالي 5 سنين، وهو انا كل ما ليه وهو كل ما ليا في الدنيا. ولما والدتي ماتت الشقة دلوقتي كانت هي اصلا الشقة دي بتاعت والدي، ووالدي اتوفى واحنا لسه اطفال. وبعد كده والدتي كانت جات ماتت دلوقتي، وانا خلاص يعني انا مش انا سايبه اخويا قاعد فيها. فانا اتفاجئت بجوزي عامل لي مشكله كبيره جدا، لازم تاخدي حقك من الشقه والشقه تتباع. وانا فعلا بحب اخويا حب ماليش اصلا غيره، ولا هو في الدنيا ولا هو ليه حد في الدنيا غيري انا. فانا حاولت ان انا اهدي من جوزي واتكلم معاه واقول له احنا يعني انا مش محتاجه الحاجه دي، ومش ممكن اسيب اخويا يطلع بره، لان الجزء اللي هيطلع له من الشقه مش ممكن هيجيب له شقه يقعد فيها او يتجوز فيها. فانا قلت له خليه يتجوز فيها، يعني على الاقل هيبقى في مكان. لو انا مثلا زعلت من جوزي، يعني ده الكلام ده طبعا بيني وبين نفسي، وقت محتاج اروح هبقى اروح. هو كده كده اخويا هيحطني فين، لان فعلا اخويا حنيه الدنيا كلها فيه. للاسف جوزي كبر الموضوع وبدا يعامل اخويا معامله وحشه جدا. انا ما كنتش عايزه اخويا اصلا يحس ان هو عايز حاجه زي كده، لحد ما للاسف هو اتكلم ومسك اخويا زعله جدا جدا وطرده من البيت واتكلم معاه في الموضوع دوت. وانا مد ايده عليا، وانا فعلا دلوقتي محتاره حيره، مش عارفه اعمل ايه، وماليش الا اخويا في الدنيا كلها. لا لينا عم ولا لينا خال ولا لينا اي حد، والاهل كل واحد مشغول بحاله، ومحدش حتى فكر ان هو يسأل علينا من يوم وفاة ابويا. مش بس والدتي، من يوم وفاة والدي ماما هي اللي كانت واقفة معانا، وماما هي اللي كانت شايلانا. فانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، وانا معايا 4 من الولاد، بنتين وولدين، ومش عارفة، محتارة اعمل ايه. بالله عليك يا رانيا قوليلي، ويا ريت تقولي للمتابعين عندك انا اعمل ايه ويقولوا لي رايهم. فبالله عليكم اكتبوا لها تحت في الكومنتات رأيكم بصراحة هي تعمل ايه وتتصرف ازاي. بس انا عن نفسي كرانيا، اوعي تخسري اخوكي حبيبة قلبي، اوعي 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 تخسري اخوكي. يعني بصي مهما حصل، مهما حصل الاخ اخ، صدقيني الاخ اخ. الجوز مش هقولك يتعوض، لان مش كل الناس بتقبل ان هي يعني تبقى يعني تكرر الموضوع ده تاني، بس الاخ عمره ما هيتعوض. اوعي اوعي بجد الا صلة الرحم حبيبة قلبي. فانتي حاولي على قد ما تقدري تهدي من روع جوزك وكده. لقيتيه بقى مصمم بالطريقة دي، يبقى انا اسفة هقولك ان هو نيته مش سليمة بالنسبة لك، او حتى لو معاكي حتى منه 4 عيال فهو فعلا نيته مش سليمة. فبالله عليكي فكري مرة واتنين، وعليكي بالصلاة، الصلاة، واقعدي وكلمي ربنا، كلمي ربنا كتير قوي، وصدقيني هتمشي كده لوحدها. بس برضو بقولك وبأكد عليكي اوعي تخسري اخوكي. واللي معايا في رأيي يقول لي يا امارات، وينزل يقول لها تحت وينصحها تتصرف ازاي وتعمل ايه. ويا رب يا رب ربنا يهدي لك الحال حبيبة قلبي، ويهدي لك جوزك ان كان خير ليكي، وان كان شر ليكي وجواها اي شر ليكي حبيبة قلبي، او نية مش صافية، يبقى بصراحة ربنا لا، اخوكي ابدالك بكتير قوي بمليون مرة. اخوكي ثم اخوكي ثم اخوكي. انا اللي بقول لك اهو، وبعدها لك بعدها لك انا عن نفسي، مش ممكن الاخ هيتعوض حبيبتي. فحاولي مرة واتنين وتلاتة تتكلمي معاه. بس انا هسيبهم برضو المتابعين يقولوا لك. ولو كنت لسه اول مره، انا بقول اللي لسه داخل اول مره يشوفني، انا اسمي رانيا توفيق. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والقناه تنزلوا تاخدوا فيها لفه كده وتشوفوا لي ايه رايكم وتقولوا لي ايه رايكم. ويا رب يا رب يا رب يا رب الفيديو يكون خفيف. وطبعا كل حاجه كانت واضحه قدامكم يا جماعه. النتيجه كانت في الاخر مبهره. اي نعم حصل سرحان، وهو مش سرحان بصراحه، هو بصوا اغماء، يعني انا ما كنتش موجوده، مش رانيا اللي كانت بتشتغل اصلا. بس النتيجه كانت في الاخر مع ذكر الله.
ومع الصلاة على سيدنا محمد طول ما انت واقفة في المطبخ وانت قاعدة فاضية وانت بتغسلي وانت بتعملي اي حاجة، دايما تذكري ربنا وتصلي على الرسول. وكتر الاستغفار بيغير الأقدار. والله العظيم بجد بيبقى فيه فرق كبير جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اوعي تنسي رانيا باللايك الجميل بتاعك يا قمر، وما تنسيليش بالشير لو الفيديو عجبك. بس نفذي نفس الطريقة دي وهتطلعي أكبر كمية من الفطير في من أقل كمية من الدقيق. وادعي لي دعوة حلوة كده يا قلبي بصلاح الحال لولادي. يلا بقى، أنا مستنية رأيكم، ويا ريتكم تردوا على صاحبة المشكلة، وأكون شاكرة جدا جدا ليكم، وتقولوا لها وتنصحوها تعمل إيه بالله عليكم. يلا بقى، شايفين القمر؟ اظن مفيش احلى ولا اجمل من كده. اول ما بيطلع الفطير بدينه دهنه كده سريعه بالسمنه البلدي، او لو عندك سمنه بلدي او سمنه من اللي هي العاديه النباتيه، عليها معلقه من القشطه، سيحيها وادهني الوش. اول ما يطلع والله العظيم هيروح في حته تانية خالص. والف الف هنا، ويطلع الاوردر لاصحابه بالهنا والشفا. سلام عليكم.